تخيل معايا كده إنك صحفي عادي بتصور أحداث يومية زي أي يوم في حياتك، وفجأة بتوصلك رسالة غامضة من شخص مجهول بتقولك لو عايز تعرف الحقيقة تعالى لوحدك في مكان معين الساعة 3 الفجر. هتتصرف إزاي؟ هتتجاهل الرسالة ولا الفضول هيشدك إنك تروح وتعرف الحقيقة؟ في قصتنا النهاردة صحفي شاب بيتورط في شبكة فساد كبيرة جدا من غير ما ياخد باله، وبيكتشف إنه صورة واحدة بس ممكن تهدد حياة ناس كتير، في مطاردات وأسرار وخيانات من أقرب الناس ليه، وكل ده في سباق ضد الزمن عشان الحقيقة توصل للنور. تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا إزاي شخص واحد قدر يهز عرش شبكة فساد كاملة، وإزاي الحقيقة في الآخر انتصرت رغم كل الصعوبات. كان كريم شاب عادي عايش في القاهرة، بيشتغل كمصور صحفي. حياته كانت ماشية بشكل طبيعي جدا، بيحب شغله وبيحب يوثق الأحداث اللي بيشوفها بعدسته. بس يوم الخميس بالليل كريم كان قاعد في مكتبه بيلملم شغله عشان خاطر يروح. فجأة استلم رسالة غريبة على موبايله. الرسالة دي جت من رقم مجهول وكانت مكتوبة كالتالي: لو عايز تعرف الحقيقة تعالى ميدان التحرير الساعة 3 الفجر وخليك لوحدك. كريم قعد يبص للرسالة وهو مش فاهم حاجة، قلبه بدأ يدق بسرعة. مين اللي بعت الرسالة دي؟ وأي حقيقة اللي بيتكلموا عنها؟ حاول يتجاهل الرسالة ويقول إنها مجرد هزار أو مزحة، بس حاجة جواه كانت بتقوله إنه لازم يعرف الحقيقة. الحيرة دي خلته مش قادر يقاوم الفضول. كريم خرج من بيته الساعة 2:30 الفجر، ركب عربيته وراح للميدان. الشوارع كانت هادية بشكل غريب، نور الأعمدة في الشوارع كان بسيط جدا، كأن في حاجة مخبية تحت الضلمة دي. وصل كريم الميدان، كانت الساعة تقريبا 3 ل 5، ونزل من عربيته بص حواليه. فجأة سمع صوت خبط خفيف، بص ناحية الصوت لقى شخص لابس جاكيت اسود ونضارة شمس، على الرغم ان الوقت كان ليل. الشخص ده كان واقف بعيد مش بيتحرك، وكأن مستني كريم هو اللي يقرب منه. كريم قرب وسأل بتردد: انت اللي بعتلي الرسالة؟ الشخص ابتسم ابتسامة خفيفة وقال: ايوه، تعالى معايا لو عايز تعرف الحقيقة. كريم لقى نفسه ماشي ورا الشخص ده واللي بيوصلهم لمكان مهجور قريب من الميدان. كانوا ماشيين في ممر ضيق، النور فيه كان قليل جدا، ريحة العفن كانت مالية المكان. بعد ما دخلوا المبنى الشخص قال: اسمي فارس، وانت هنا لأنك الشاهد الوحيد على قضية كبيرة، قضية ممكن تهز البلد دي كلها. كريم اتصدم بالكلام، سأل بسرعة: ايه القضية دي؟ أنا مالي بيها أصلا. فارس قرب أكتر، بص عليه بنظرة فيها شوية تحدي وشوية خوف، وقال: انت صورت حاجة خطيرة جدا الأسبوع اللي فات من غير ما تاخد بالك، وحياة ناس كتير في خطر بسببها. كريم رجع بذكرياته للأسبوع اللي فات، فاكر إنه كان بيصور شوية لقطات عشوائية في وسط البلد عشان شغله، بس مش فاكر إنه صور حاجة غير عادية. فتح موبايله بسرعة، ابتدى يبص في الصور، وفجأة عينه وقعت على صورة غريبة. كانت صورة لشخص واقف في زاوية مع شوية رجالة حواليه لابسين لبس رسمي وباين عليهم الوجوه. فارس شاور على الصورة وقال: الشخص اللي في الصورة ده هو المحامي الشهير خالد بدر، والشخصين اللي حواليه هم رجال أعمال كبار جدا، وانت الوحيد اللي عنده الدليل على اجتماعهم السري ده، اجتماع ما كانش المفروض حد يعرف عنه حاجة. كريم كان لسه بيبص على الصورة، وقبل ما يستوعب اللي بيحصل فارس قرب منه وقال بصوت فيه توتر: اسمعني كويس، الصورة دي خطيرة جدا، ولو وصلت لناس معينة هتبقى حياتك وحياة كل اللي حواليك في خطر، لازم تمسحها دلوقتي. كريم حس بالتوتر والخوف، لكنه رد بحزم وقال: أنا مش همسح حاجة، دي ممكن تكون الحقيقة اللي الناس لازم تعرفها. فارس اتنهد وقال: يا كريم، في ناس مش هيسيبوا الموضوع يعدي، ولو ما مسحتش الصور هيتعبوك وهيتتبعوك في كل مكان. في اللحظة دي سمعوا صوت خطوات قريبة، وبمجرد ما بصوا وراهم شافوا الرجالة شكلهم مريب، لابسين بدل سودا ونضارات، جايين ناحية المبنى. فارس شد كريم من دراعه وقال: مفيش وقت، لازم نتحرك.
كريم وفارس بدأوا يجروا في الممرات الضيقة للمبنى المهجور. المكان كان مظلم وضيق، صوت أنفاسهم كان عالي جدا، بين إن خطوات الرجالة دي وراهم بتقرب أكتر. فارس مسك إيد كريم وشده ناحية سلم خلفي كان بيودي لباب خلفي. خرجوا من الباب وخرجوا في الشارع الضيق. عربيته كانت واقفة قريب. فتح كريم الباب وركب بسرعة مع فارس اللي قال له مشينا بسرعة قبل ما يلحقونا. كريم داس على البنزين وبدأ يقود بسرعة. كانوا سايبين وراهم الرجالة اللي بيحاولوا يتتبعوهم. الطريق كان هادي، بس فجأة ظهرت عربيات من وراهم وابتدت تطاردهم. بعد مطاردة جديدة قدر كريم يهرب بالعربية ويخفي نفسه في زواق ضيق بعيد. وقفوا، كانوا مرهقين جدا. فارس كان بيبص حواليه بعصبية كأنه بيتأكد إن مفيش حد بيطاردهم. فارس قال لكريم اسمع، في مكان آمن لازم نروح، في المخبأ ده هتكون بأمان وتقدر تفكر بهدوء في الخطوة الجاية. وفعلا وصلوا لمكان قديم في أطراف القاهرة، كان عبارة عن قهوة صغيرة مهجورة من وقت طويل. دخلوا المكان وكان في سلم بينزلوه تحت القهوة لمكان أشبه بأوضة سرية. فارس قال المكان ده بيتي التاني، هنا أقدر أجهزك وتفهم الحقيقة كاملة. في الأوضة السرية فارس بدأ يوضح لكريم جزء من الصورة. الرجالة اللي في الصورة اللي معاك مش بس رجال أعمال، دول متورطين في شبكة فساد كبيرة وعندهم نفوذ كبير بيخليهم يتحكموا في مصالح كتير جدا في البلد. أنا شغال مع مجموعة سرية بتحاول تفضحهم وتثبت جرايمهم. كريم كان بيحاول يستوعب الكلام، حس إن الموضوع أكبر من مجرد صورة. سأل فارس طيب أنا دلوقتي مستهدف بسبب الصورة دي؟ أيوة، ومش بس كده، أنت وأي حد قريب منك ممكن يطالوا الخطر، عشان كده لازم نفكر كويس جدا في الخطوة الجاية. فارس طلب من كريم يديله صورة عشان يخبيها في مكان آمن، لكن كريم كان لسه متردد. بعدها فارس اقترح عليهم خطة جريئة. قال هنستخدم الصورة دي كطعم، هنخليهم يفتكروا إنها في مكان تاني، وهنحاول نجرهم ليه ونراقبهم من بعيد، نشوف مين اللي هيجي ونتأكد من الأشخاص المتورطين فعلا. كريم ابتدى يقتنع بالخطة وابتدوا فعلا يجهزوا الطعم في مكان مهجور. فارس نشر خبر بذكاء إن في نسخة من الصورة محفوظة في فلاشة متخبية في المكان ده، وابتدوا يرصدوا المكان. الليل دخل وفارس وكريم كانوا متخفيين بيراقبوا المكان. فجأة ظهرت عربية سوداء وقفت جنب المكان اللي مخبيين فيه الطعم. نزل منها شخصين ابتدوا يدوروا في المكان بعصبية كأنهم خايفين إن حد يشوفهم. فارس همس لكريم دول أكيد من اللي بيدوروا علينا، ودي فرصتنا نشوف مين اللي ورا الموضوع ده. في اللحظة دي واحد من الشخصين اللي نزلوا من العربية كان معاه جهاز صغير وبيحاول يتتبع إشارات كأنها خاصة بالذاكرة الإلكترونية. وبعد شوية لقى الفلاشة وابتسم ابتسامة غريبة. كريم بص لفارس وقال له هنفضل نراقبهم ولا هنواجههم دلوقتي؟ فارس بص لكريم لا، ما ينفعش نواجه دلوقتي، هنتابعهم وهنعرف هيوصلوا الفلاشة لمين. الشخصين خدوا الفلاشة وركبوا العربية، وفارس وكريم تتبعوهم طبعا من بعيد بالعربية بتاعتهم. الطريق كان هادي ومظلم، والشخصين كانوا بيتحركوا بسرعة وثقة لحد ما وصلوا المخزن مهجور في منطقة بعيدة خالص عن المدينة. فارس وكريم ركنوا العربية على بعد كبير ونزلوا على رجلهم ناحية المخزن. كانوا عارفين إن ده هيبقى أخطر جزء في العملية، لكن الحماس والرغبة في كشف الحقيقة كان بيخليهم يتحركوا من غير تردد. بعد ما دخلوا للمخزن سمعوا أصوات ناس بيتكلموا بهدوء، وصوت راجل كان واضح إن هو القيادي في المجموعة بيقول للشخصين ها، جبتوا الفلاشة؟ دي فيها أسرار خطيرة جدا، ولو انتشرت هنفقد كل نفوذنا. كريم ساعتها اتصدم من الكلام وأدرك إن الموضوع أكبر بكتير من اللي كان متخيله. ده مش مجرد صورة، ده دليل خطير على شبكة ضخمة من الفساد. فارس همس لكريم الموضوع فعلا كبير، بس كده تأكدنا إن اللي معانا هم الراس الكبيرة اللي بتتحكم في كل حاجة. أثناء ما كانوا بيراقبوا شافوا حاجة أغرب. شخص تالت دخل المخزن وكان لابس كاب يكفي وشه. كريم لقى إن شكله مألوف، لكن ما كانش عارف يحدده مين بالظبط. الشخص ده كان بيكلم الراجل الكبير بتاعهم وبيقول له لو الصور دي طلعت للنور كلنا هنضيع، لازم نخلص على كريم وأي حد معاه. فارس مسك إيد كريم من دراعه وشده للخلف بسرعة وحذره بصوت واطي اللي بيتكلم ده كان زميلك القديم في الجريدة، مصطفى. كريم اتصدم، سأل فارس بتوتر
إزاي ده؟ مصطفى كان أكتر حد بيثق فيه. فارس طبطب على كتفه وقال: كل واحد ليه تمن يا كريم، والفلوس ممكن تغير النفوس. كريم أدرك إن ده وقته علشان يرد الضربة. مسك الموبايل وسجل كل الحوار اللي سمعوه من مصطفى والاتنين التانيين. التسجيل ده هيكون دليل قوي يقدر يهدم الشبكة دي لو وصل للصحافة. فارس همس وقال: لازم نمشي دلوقتي، ما ينفعش نفضل هنا أكتر من كده. وفعلا اتحركوا بهدوء لبره. سمعوا صوت حركة من الخلف، حد كان لاحظ وجودهم في المخزن وبدأ يدور عليهم. كريم وفارس بدأوا يجروا بسرعة للخروج من المخزن، لكن رجالة القيادي شافوهم وابتدوا يطردوهم بره المخزن. الشوارع الضيقة والعتمة كانت فرصة للهروب، لكن المطاردة كانت عنيفة جدا، وصوت خطوات رجالة العصابة كان بيقرب كل لحظة. فجأة فارس قرر يتصرف بذكاء، رمى حجر على إزاز سيارة كانت واقفة في الشارع، وده عمل صوت ضخم خلى المطاردين يتشتتوا اللحظة. استغلوا اللحظة دي، وكريم وفارس قدروا يركبوا عربيتهم ويهربوا بعيد عن المخزن. أما رجالة العصابة كانوا بيحاولوا يدوروا عليهم في المكان. كريم وفارس كانوا هربوا بسلام، لكن الحكاية لسه في بدايتها. بعد ما وصلوا المكان آمن، فارس شغل التسجيل وسمعوا الحوار تاني. كريم كان مصدوم من مستوى الخيانة اللي شافه، ابتدى يفكر في الخطوة الجاية وقال لفارس: التسجيل ده ممكن يقلب الدنيا، بس لو عرفوا إننا نشرناه هيطردونا لآخر الدنيا. فارس فكر شوية وقال: عشان كده هنحتاج نحرك الموضوع بحذر. هنحاول نوصل التسجيل لحد موثوق فيه من الصحافة، لكن مش بسهولة هيصدقوا إن في فساد كبير كده. فارس فعلا اتواصل مع صحفي قديم ومعروف بنزاهته، كان اسمه عادل معروف بإنه مش بيتردد أبدا في نشر الحقائق حتى لو كانت ضد أصحاب النفوذ. بعد ما وصلوا لعادل وحكوا له القصة، عادل كان متحمس جدا، بس ساعتها طلب دليل قوي قبل ما ينشر أي حاجة. فارس سلمه التسجيل وقال له: ده دليل صغير لكن مهم، اسمعه وهتعرف قد إيه الموضوع خطير. عادل ساعتها كان مذهول وقال له: هكتب تحقيق صحفي مفصل، بس لازم نتأكد من إننا في أمان. اللي هنكشفه ده هيعمل ضجة كبيرة جدا في البلد. وأثناء ما عادل بيجهز لنشر التحقيق، اكتشف مصطفى إن التسجيل فعلا اتسرب لعادل. مصطفى كان غضبان جدا ومتوتر، قرر يعمل اجتماع سري مع الاتنين التانيين اللي كانوا معاه عشان يعرفوا ازاي هيوقفوا الموضوع. في الاجتماع مصطفى قال لهم: لو عادل نشر التسجيل ده مش هنقدر نسيطر على الناس، لازم نوقفه بأي تمن. ساعتها الراجل التاني رد عليه وقال: يبقى خلص وهننفذ الخطة النهائية. عادل فجأة استلم تهديد مباشر على موبايله، رسالة مكتوب فيها: لو عايز تفضل عايش انسى الموضوع ده خالص. لكن عادل ما تراجعش، قرر انه لازم يكمل طريقه مهما كانت التهديدات. بعت رسالة لكريم وفارس انه هينشر التحقيق قريب. كريم حس بالخوف على حياة عادل، لكن في نفس الوقت كان عارف ان الحقيقة لازم تطلع للنور. في نفس الليلة كان عادل شغال على التحقيق الصحفي، وقرر انه يسرب اجزاء من التسجيل لاحد القنوات التلفزيونية الكبيرة اللي معروفة بنشر الحقائق الجريئة. وبعد ساعات قليلة القناة فعلا نشرت مقطع صغير بالتسجيل اللي فضح المحامي خالد بدر وبعض رجال الأعمال المتورطين، واتضح إن في فساد كبير في البلد. الخبر انتشر بسرعة جدا، وبدأت الصحافة كلها تتداول التسجيل. الناس في الشوارع اتجمعت وبدأت تتكلم عن الفساد والجرائم اللي اتورطت فيها الشبكة دي. بعد التسريب الأجهزة الأمنية ابتدت تراقب المحامي خالد بدر وباقي الشخصيات اللي ظهرت في التسجيل. وفي نفس الوقت كريم كان متوتر وخايف من الانتقام، لكن فارس طمنه وقال له: احنا دلوقتي تحت حماية الناس، الرأي العام خلاص عرف، وأي محاولة لإسكاتنا هتكون خطر عليهم أكتر. فعلا بعد التحقيقات اللي عملتها الشرطة اتضح إن الشبكة دي كانت متورطة في جرائم كتيرة جدا، وتم القبض على الشخصيات الكبيرة المتورطة بما فيهم مصطفى اللي اتضح إنه كان بيستغل شغله الصحفي عشان يجمع معلومات ويبيعها للعصابة دي. كريم بعد ما شاف الفساد اللي ساهم في كشفه قرر إنه يكمل طريقه صحفي نزيه ويشتغل بجد عشان يكشف كل الحقائق. فارس اختفى بهدوء بعد ما المهمة انتهت، وساب لكريم رسالة بيشكره فيها وبيقول له: الناس زيك هم أمل البلد، خليك دايما متمسك بالحق. عادل كمل شغله كصحفي شجاع، وبعد ما قدروا إنهم يقطعوا الشبكة الكبيرة دي بقى رمز للناس
اللي بيطالبوا بالتغيير ورفض الفساد. خلينا نقول العبرة من القصة. العبرة من القصة هي إن الحقيقة دايما بتظهر مهما كانت محاولات كتير لإخفائها، وإن الشجاعة في مواجهة الظلم والفساد ممكن تغير مصير ناس كتير. والقصة بتعلمنا كمان أهمية الصحافة النزيهة ودورها في كشف الحقائق اللي ممكن تأثر على المجتمع ككل. أحيانا كمان المواجهة ضد أصحاب النفوذ بتكون خطر، لكن لما يكون الهدف هو تحقيق العدل وكشف الفساد، الشجاعة دايما بتكون أعظم سلاح. ولحد هنا بتكون خلصت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو، اشتراك في القناة، ياريت تتأكدوا انكم فاعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا في حكاية جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير. باي باي.